ان شاء الله هنتعلم في حلقة النهاردة ازاي نلون قطع الكونكريت داخليا، وكمان هنتعلم مع بعض ازاي نطلع القطعة شكلها زي الرخام بالظبط. ازيكم يا جماعة؟ دايما بخير وسعادة. هنبدأ مع بعض. اول حاجة التلوين الداخلي للقطعة تبقى كلها لون واحد. عندنا كذا طريقة نجربهم مع بعض. اول حاجة باستخدام مركزات الالوان، تاني حاجة باستخدام الاكاسيد الملونة. يلا بينا نتعرف على كل حاجة هنستخدمها ازاي. دلوقتي هنجرب التلوين الداخلي بمركزات الالوان. مركزات الالوان في منها طبعا الوان كتير، ومع العلم في منها شركات كتير، ده بريمو كات وفي منها جي ال سي، والاتنين بيجوا عادي من الموال ونقدر نستخدم ده او ده. يلا بينا هنبدأ نستخدم. انا هستخدم اللون الازرق عشان اشوف هيعمل معايا ايه بالظبط، وهقارنه بالاكسيد. اول حاجه معايا هحضر البودر بتاعنا زي ما احنا اتعلمنا في الحلقات اللي فاتت. ممكن ان احنا نخلط البودر الاول وبعد كده نحط عليه مركزات الالوان، او ان انا اخلط مركزات الالوان في الميه الاول مع البودر مع الميه، وبعد كده احط عليها البودر. تمام؟ يعني ده او ده ينفع، يعني في الميه ينفع، بعد الخلط ينفع بالنسبه لمركزات الالوان. طبعا احنا اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت المعايير بتاعت البودر وازاي نعمله، ولو حد جديد يقدر يتفرج على الحلقات اللي فاتت ويرجع لنا تاني. احنا دلوقتي قلبنا الخليط زي ما انتم شايفين. هنبدأ نضيف مركزات الالوان، وطبعا احنا بنحط بنسبة بسيطة جدا عشان مركزات الالوان لو زادت زيادة قوي في الخليط ممكن تخلي الخليط ما ينشفش، وممكن يبقى هش يعني يتكسر بسرعة. طبعا بس انا عايز اغمقه شويه عشان نشوف الفرق ما بين مركزات الالوان والاكاسيد. انا كده كده بالنسبه لي القطعه عايز اشوف شكلها بس. نقلب كويس جدا عشان اللون. بعد ما قلبنا هنبدأ نجيب القالب بتاعنا، وطبعا زي ما اتعلمنا في الحلقات اللي فاتت احنا كده صبينا مركزات الالوان. هنسيبها تنشف ونجرب مع بعض الاكسيد. معانا تاني حاجه هنستخدمها الاكاسيد. دي اكاسيد ملونه. بتتجاب منين؟ بتتجاب عادي من عند الموان، نقول له عايز اكسيد بكام، ممكن يديك ب5 جنيه ب10 جنيه زي ما انت عايز، مش لازم تجيب كميه كبيره.
في منه طبعا الوان كتير، شوف الالوان المتاحه وممكن تجرب منه. طبعا احنا هنجرب بس الازرق عشان نقارنه بمركزات الالوان، ودول هنسيبهم للحلقات اللي جايه. تمام. هنبدا مع بعض نفس اللي فات بالظبط، بس الفرق ان انا هبدا اخلط الاكسيد بالميه الاول. بصوا يا جماعه بيعمل ازاي، فلازم ندوبه كويس الاول. طبعا هنفضل نقلب فيه شويه حلوين لحد ما يدوب في الميه كويس. تمام. ونبدا نحط البودر بتاعنا. معلومه يا جماعه بالنسبه للمركزات الالوان او الاكاسيد، بعد ما هتنشف هتلاقي اللون بيخف. يعني الدرجه اللي انتوا شايفينها غامقه دي بعد النشفان هتفتحها. هنقلب كويس جدا. شايفين اللون بقى عامل ازاي؟ قلبنا كويس جدا، الخليط بتاعنا بقى مظبوط. هنبدأ نصب. كده صبينا الاكسيد، هنسيبه ينشف وهنرجع لكم بمقارنه ما بين الاتنين. دلوقتي هنبدا نتعلم مع بعض الترخيم في قطع الكونكريت. وطبعا احنا دلوقتي هنجرب بلون واحد بس، ترخيم بلون واحد، وان شاء الله هنعمل لكم سلسله حلقات صغيره ازاي ندخل لونين في بعض، ازاي 3 الوان وهكذا. تمام. يلا بينا نبدا. نفس الطريقه. معانا الميه، البودر، ننزل بالبودر على الميه. تمام. وهنقلب كويس الاول. زي ما انتم شايفين كده هنقلب كويس. دلوقتي قلبنا الخليط بتاعنا كويس. هنبدأ نشيل فقاعات الهواء بالكحول زي ما اتعلمنا. نجيب اللون، معانا عصاية صغيرة او خلة او اي حاجة بس تكون صغيرة. هناخد من الخليط ونبدأ نحرك حركة خفيفة. نحاول ما نقلبش قوي عشان لو قلبنا قوي هيتغير اللون.
بالشكل ده كده، ونبدأ نصب في القالب بتاعنا. طيب دلوقتي اللون معانا خلص، ممكن نكرر نفس العملية تاني. ناخد نقطة لون بنفس الطريقة دي، طبعا في كل الألوان بنفس الطريقة، باختلاف طبعا لو احنا لون أو لونين أو ثلاثة على حسب احنا عايزين كام لون بعد كده. طبعا رشة الكحول، وهنسيبه ينشف نص ساعة وهنرجع لكم. ورجعنا لكم تاني بعد نص ساعة، كانت القوالب نشفت. معانا أول حاجة هنا مركزات الألوان، معانا الأكاسيد، ده الترخيم. هنفك قالب قالب ونشوفه مع بعض. مركزات الألوان، اللون طالع شكله حلو جدا وكمان ناعم. الأكسيد، الأكسيد طالع أغمق طبعا لأنه هو نقدر نزوده شوية عن مركزات الألوان، بس مشكلته إن هو بيبقى عامل كتل صغيرة، طبعا محتاج يتقلب كتير. أنا برضو ما قلبتوش كويس، فانتوا قلبوه كويس جدا قبل ما تشتغلوا بيه. معانا الترخيم، ده شكل الترخيم. طبعا باختلاف طبعا الالوان بنطلع منه اشكال كتير جدا. ودي الحلقه بتاعتنا بتاعت النهارده، احنا ازاي نصب ونعمل تاثير الترخيم في القطع الكونكريت. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه، وان شاء الله الحلقات اللي جايه هننزل فيها معلومات اكتر من كده.